بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أتحدث عن الهيئات الدينية الحربية زمن الحروب الصليبية، منها فرسان الإسبيتارية والداوية أو فرسان المعبد. أولا فرسان الإسبيتارية، من المعروف أن الهيئات الدينية الحربية لعبت دور بالغ الأهمية في الدفاع عن مملكة بيت المقدس طوال القرن ال12 وال13 التي كانت أقدمها هيئة فرسان الإسبيتارية. ترجع ظهور فرسان الإسبيتارية إلى سنة 1070 ميلاديا، عندما أسس تجار مدينة أملفي جمعية خيرية في بمارستان قرب كنيسة القيامة في بيت المقدس بغرض العناية بالحجاج الفقراء، ولذلك أطلق عليهم فرسان المستشفى التي حرفت باللغة العربية لكلمة إسبيتاريا. وكان هدفهم الأول هو علاج المرضى وإيواء الحجاج الفقراء. وقد لعبت الإسبيتاريا بدور كبير في تاريخ الحروب الصليبية عندما تحولت إلى منظمة حربية. ثانيا الداوية أو فرسان المعبد، يعود تأسيس هذه الهيئة إلى سنة 1118 ميلاديا، عندما وضع أساس هذه الهيئة شخص يعرف باسم هيودي باينز. وقد اختارت هذه الهيئة جزء من هيكل سليمان في المسجد الأقصى ببيت المقدس ليكون مقرا لها، ومن هنا جاءت تسمية هذه الجماعة باسم فرسان المعبد التي حرفت في اللغة العربية إلى كلمة الداوية. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.